النهاردة جاية أقول لكم على طريقة المكرونة بالصلصة، بس بطريقة مختلفة تماما وجديدة، بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها خطير. هتجيبي بقى عندنا طماطم وفلفلاية رومي أحمر وفي 4 فصوص من التوم وبصلاية. هتجيبي بقى الطاسة كده وشوية زيت وابدأي كده اشويهم على الجريل، اشويها كده من كل الجوانب، وبعد كده هتلاقي القشرة خرجت منها بكل سهولة. الكبة بتاعتك كده وانزلي بقى بالخضار بتاعنا وفروميه، مش عايزة أقولك ريحته تجنن. حلة مكعب من الزبدة، وبعد كده انزلي بقى بالخليط اللي ضربناه في الكبة، عليه كوباية بقى من مية سلق المكرونة ومعلقة من صلصة الطماطم. هتلاقي القوام ظبط معاكي جدا، ملح وفلفل اسمر ورشة من السكر و7 بهارات. سيبيها على النار كده تاخد غلوتين، وبعد كده انزلي بالمكرونة اللي احنا سلقناها 3/4 سوا وبقت بالشكل ده. انزلي بقى عليها كده في الصلصة وقلبيها في المكرونة وسيبيها على النار لمدة 5 دقايق. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. الطعم اكيد هيخلوكم تعملوها تاني وتالت. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في قناتنا عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم.